ليه احنا كشباب بنبقى قريبين لاصحابنا اكتر من بابا وماما؟ احنا بنميل اكتر لاصحابنا. النصيحه اللي اديها لبابا او ماما ان احنا نوسع دايره الحوار شويه، ان ما يبقاش كل الكلام داير في ان اعمل الصح. احنا ما بقيناش نحب نسمع كلمه اعمل الصح، احنا عايزين يبقى في حوار، وعايزك تسمع رايي انا كشاب وتاخد وتدي معايا في الكلام، ولو حتى رايي غلط بس يقبل ان انا اجربه. ما نجربه، هيحصل ايه لما اجربه؟ لو ينفع يتجرب ما نجربه سوا نشوفه، يعني ما يمكن يطلع صح، ما يمكن يطلع انا رايي كشاب اصح من رايك انت كبابا او كماما. فدي نصيحه لكل اب او ام بيتعاملوا مع اولادهم في سن المراهقه، من اول سن 6 ابتدائي، ده يعتبر سن مراهقه، لغايه لما يكبر ويتجوز، كل ده يعتبر سن مراهقه. اديله مساحه للكلام، ونديله مساحه ان هو يقول رايه ويحاول ينفذه، لو رايه ينفع يتنفذ نجرب مع بعض، حتى لو انت عارف ان هو لما هيجرب هيبقى فيه عواقب، خلينا نتحملها مع بعض في نطاق اللي هو المسموح، مش الحاجه الغلط طبعا اللي هي هتضر.